السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر أنا متأكد منه 100%، وهيتم الإعلان عنه قريبا. أول لاعب يوقع للزمالك في صفقات يناير، لاعب عنده 31 سنة، بيلعب جناح، بيلعب حاليا في المصري البورسعيدي. يعني أنا أنا استغربت لما اتأكدت. يعني هو اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو، لاعب عنده 31 سنة، بيلعب جناح يمين وجناح شمال. تم توقيعه بالفعل لنادي الزمالك وحصوله على مقدم التعاقد بطلب من فريرة لتعويض الإصابات اللي بتحصل. أنا مستغرب من اللاعب، يعني ومن اللاعب ومن سن اللاعب. يعني احنا جايبين 3 جناحات في الصيف، يعني جايبين مصطفى شلبي، وجايبين إبراهيم نضاي، وجايبين سامسون بيلعب جناح وبيلعب مهاجم. ده غير ان احنا عندنا احمد سيد زيزو، وغير ان احنا عندنا امام عاشور. فمش فاهم انا ايه محمد عبد اللطيف جريندو. يعني ايه الميزه اللي في محمد عبد اللطيف جريندو تخلي فريرا يطلبوا لنادي الزمالك؟